الأعاصير هي أقوى عواصف الطبيعة. لكن كيف تبدأ؟ تتشكل الأعاصير من عواصف رعدية قوية. إليكم كيف يحدث ذلك؟ يلتقي الهواء الدافئ والرطب من خليج المكسيك مع الهواء البارد والجاف من كندا. عندما تصادم هذه الكتل الهوائية فإنها تخلق عدم استقرار في الغلاف الجوي. يؤدي ارتفاع الهواء الدافئ إلى تيار هوائي صاعد، بينما يدفع الهواء البارد إلى الأسفل، مما يخلق تأثيرا دوارا. إذا تغيرت سرعة الرياح أو اتجاهها مع الارتفاع فإنها تميل الهواء الدوار إلى الأعلى، مشكلة سحابة قمعية. وقفة. عندما يلمس هذا القمع الأرض يصبح إعصارا رسميا. يمكن لهذه الأعاصير أن تحمل رياحا تزيد سرعتها عن 300 ميل في الساعة، مما يتسبب في دمار هائل. لذلك في المرة القادمة التي ترون فيها غيوم العاصفة تتشكل، تذكروا العلم وراء هذه القوى المذهلة للطبيعة.